شايفه اخواتك بيذاكروا ازاي وانتي قاعده مهمله؟ هو انتي على طول بتخانقي في اخواتك كده حتى وهم ما عملولكيش اي حاجه؟ هتفضلي مهمله كده لحد امتى؟ مش هتتعلمي من اخواتك بقى انك تبقي منظمه؟ بنتي عمرها 12 سنه مش بتعمل حاجه غير بالزعيق، حتى المذاكره بتحب تلعب دايما، عندها اهمال شديد لاشيائها الخاصه، بتحكي بصوت عالي كتير، ودايما بتخانق اخوانها رغم ان اخوانها غيرها خالص بيساعدوني في شغل البيت وصوتهم هادي في المعاملة وبيحافظوا على كل حاجتهم. اعمل ايه؟ صيغة السؤال اللي حضرتك بعتاه بتقول ان في كام مشكلة كده في طريقة تربية البنت محتاجين نقف عندهم. اول حاجة الجملة الخبرية اللي حضرتك قلتيها، بنتي مش بتعمل حاجة غير بالزعيق. طالما حضرتك بقيتي متأكدة من كده يبقى اكيد حضرتك بتزعقلها على طول علشان تعمل اي حاجة حضرتك عايزاها منها، ودي اول نقطة محتاجين نحط ايدينا عليها ونغيرها. لازم تغيري الاعتقاد اللي في مخ حضرتك واللي عندها ان انتي مش هتعملي حاجة غير لما ازعقلك، لان لما ابقى انا كأم واصلة للمعتقد ده يبقى هروح له على طول، لكن لما انا اغيره واعودها انه ما بقاش حقيقي هي كمان هتغير تصرفاتها. يعني ايه؟ يعني هحاول على قد ما اقدر ما ازعقلهاش خالص وهتنفذ كلامي برضو. تاني نقطة من اشهر اسباب العصبية عند ولادنا المراهقين المقارنة، وما تزعليش مني، واضح من سؤال حضرتك ان انتي بتقارني بين بنتك وبين اخواتها كتير. حضرتك بتقولي اخوانها غيرها خالص بيساعدوني في شغل البيت وصوتهم هادي في المعاملة وبيحافظوا على كل حاجة. السؤال لوحده فيه 3-4 جمل مقارنة بين البنت واخواتها، معنى كده ان حضرتك بتفكري بالطريقة دي، فتأكدي انها حاسة بالمقارنة دي وحاسة انها في عينك اقل من اخواتها، فطبيعي انها تتعصب على حضرتك لانها متضايقة منك، وطبيعي جدا تتخانق مع اخواتها لانها غيرانة منهم. طب اعمل ايه؟ لو سمحتي عهدي نفسك ودربي نفسك انك هتوقفي المقارنة خالص. فمثلا سؤالك عن البنت ما تجيبيش سيرة اخواتها ملهمش علاقة بالموضوع. مثلا بتتكلمي معاها ما تقوللهاش حافظي على حاجتك زي ما اخواتك بيحافظوا عليها. شايفة اخواتك بيذاكروا ازاي وانتي قاعدة مهملة؟ هو انتي على طول بتخانقي في اخواتك كده حتى وهم ما عملولكيش اي حاجة؟ هتفضلي مهملة كده لحد امتى؟ مش هتتعلمي من اخواتك بقى انك تبقي منظمة؟ شايفة اخواتك بيتكلموا بصوت هادي ازاي وانتي ماشية لنا في البيت تزعقي 24 ساعة؟ لو سمحتي لو دي نوعية الجمل اللي بتقوليها لها وقفيها دلوقتي، وقفيها النهاردة، عشان تقللي المنافسة الغير شريفة والغيرة اللي بتملي قلب بنتك بيها تجاه اخواتها. يا جماعة مقارنتنا بين ولادنا من اكتر الحاجات اللي بتسبب عصبية عند ولادنا المراهقين، واحنا ممكن ما نبقاش واخدين بالنا منها خالص. وبعدين في نقطة مهمة، لو حضرتك عصبية وماشية في البيت بتزعقي على طول يبقى طبيعي ان حد من ولادك يطلع عصبي لانه ببساطة بيقلدك، وهنا بداية العلاج عند حضرتك مش عندها. طب يعني اعمل ايه؟ تعالي نحاول نبص للبنت نظرة شفقة بدل نظرة احنا متضايقين منها ومن عصبيتها وبنزعق لها على طول. البنت بتمر بمرحلة نمو، فطبيعي ان يبقى في شوية عصبية وشوية توتر. ثانيا حضرتك بتزعق لها على طول فهي ببساطة بتقلدك. ثالثا واضح قوي ان حضرتك بتقارني بينها وبين اخواتها، وده بيكون غيرة جوه ولادنا ومشاعر سلبية تجاهنا وتجاه اخواتهم، فطبيعي جدا يبقوا متعصبين. لو صبرنا عليهم في فترة النمو وبطلنا احنا عصبية عشان هم كمان يهدوا، وبطلنا مقارنة عشان مشاعر الغيرة اللي جواهم دي تقل، انا اوعدك ان عصبيتها هتقل كتير. وربنا يهدينا ويعلمنا ويهدي كل ولادنا يا رب. سلام عليكم.